الاعتناء بتاعها والعناية بتاعتها تكون بطريقة صح عشان احافظ عليها اطول فترة معايا، لان طبعا خاماتها ضعيفة طبعا مقارنة بسعرها، فلازم اكون العناية بتاعتها بطريقة صح. وزي ما قلت لكم هسيب لكم الفيديو ازاي بعتني كويس واطول عمر الاير فراي بتاعتي وانضفها بطريقة صح. رقم 4 ان هي مع الوقت طبعا بتتقشر واستهلاك الكهرباء بتاعتها عالي. استهلاك الكهرباء ده هنلاقيه في معظم، يعتبر كل انواع الاير فراير فيه استهلاك كهرباء، ان هي بتعتمد على الكهرباء والفولت بتاعتها بتكون عالي. كل ما الفولت يكون اعلى كل ما كان استهلاك الكهرباء بيكون عالي. عزلها ضعيف. رقم 5 عزلها ضعيف نسبيا، يعني ان البادي بتاعها من بره بيكون بيسخن معايا. يعني الاحظ لما انا هستخدم قلاية سكاني اكون ببعدها عن الحيط